في خليجي 21 هنبدا مع بعض. ادي اللاعب الكوري الخيلي، انما نقلتين ثلاثه تروح عند احمد شديد قناوي اللي بيبدا يا ولد يا لعيب يحطها في المساحه الفاضيه، ولقاء كانه لقاء رسمي اللي احنا تمنيناه، يعني في حيويه ونشاط في موسم 2012. محمد ابو تريكه قدام 18 النادي الاهلي، عاوز يلعب البينيه يحطها في المساحه الفاضيه يا ولد يا لعيب، ممكن العرضيه تكون موجوده، وادي الترقيصه لجوه بشكل حلو قوي. احمد شديد قناوي قرايه ملعب النادي الاهلي بيحاولوا يحضروا لقدام، يوصلوا محمد ناجي جده الشلهوب يا ولد يا لعيب يحطها لجده والجون، ممكن الجون الاولاني، انما في رايه في اعتقادي. هنشوف كده نواف العتيبي رافع الملعب اللي حدد النهارده الدقيقه 16 ان هو يخرج، انما الكره ما فيهاش اي حاجه. ادي الانطلاقه محمد، شوفها مره ثاني كده الشريده قدامنا ومحمد ابو تريكه. وصلنا للدقيقه السابعه من احداث الشوط الاول والتعادل بدون اهداف من اجل تكريم عبد الله الشريده قدام ال 18، انما لقاء حلو، تسديده يا ولد احمد عادل خطيره خطيره، انما بجوار القائم سخنا مع اللقاء. سالم الدوسري لو موجودين مع الهلال والنادي الاهلي بيلعب بتشكيلته كده المظبوطه اللي بيلعب فيها اللقاء. تروح الكره ثاني محمد ناجي جده، انما يطلع من المرمى الدوسري بالناحيه الثانيه. واقول لحضراتكم الميكس او الخليط ده اتعمل ليه؟ ابو تريكه نسي ان هو بيلعب مع الهلال، حطها لاحمد عادل، هيرجع ابو تريكه اهو تاريخه. جماهير الاهلي عاوزه تتفوق على الهلال، وهو ده اللي خلى الجهاز الفني لكل فريق يطعم الفرقه الثانيه باثنين لعيبه عشان حساسيه اللقاء تقل شويه. يلعب على طول يو بيونج، انما احمد عادل عبد المنعم يمسكها. النادي الاهلي عاوزين يستفيدوا من التجربه النهارده، اللقاءات الرسميه هتبدا ليهم في شهر فبراير بلقاء السوبر. على طول تروح الكره تاني عماد متعب، عرضيه حلوه ممكن جده خطيره خطيره، انما يرجع لورا ويعمل الشغل الدفاعي محمد النخيلي بشكل كويس قوي. تروح الكره هناك في الجبهه الشمال عند احمد شديد قناوي، محمد نجيب هو اللي ضغط عليه، محمد ناجي جده ممكن بقى يسجل جده. 3-4 مواقف لمحمد ناجي جده. النادي الاهلي لو الدوري بدا هيبقى بدايه لقاءاته طبعا مع بدايه انطلاق الدوري. جده انما تسلل المره الثانيه في موقف هجومي رائع لمحمد ناجي. اماميه خطيره، الانفراد جول بتتلعب سواء من هنا او من هنا، وقدر الاثنين المدربين يعملوا تشكيله، يعني كل مدير فني حط عناصر عاوزه تستفيد من اللقاء فنيا، ومعاهم عنصرين قلت لحضراتكم الخليط اللي اتعمل ده، انما كله واخد اللقاء بجديه النهارده. ابو تريكه هو الافضل على فكره في نادي الهلال في الوقت اللي هم لعبوا، كل اللعيبه واخده الموضوع حلو قوي النهارده على الارض، عاوزين نتمتع بالكوره، هو ده اللي احنا عايزينه. محمد ناجي جده، انما محمد ناجي جده لسه ما ظبطش الحته اللي قدام كده مع عبد الله الزوري، معاه 23 لقاء دولي مع منتخب السنغال. تتلعب الكره لقدام، مفيش رايه المره دي، انما يطلع من المرمى عبد الله السديري وياخدها اماميه، انما لعيبه النادي الاهلي بيضغطوا. محمد ابو تريكه هو اللي بيمشيها للصديق من الجبهه الشمال، احمد صديق الانطلاقه موجوده، ممكن عاوز يلعبها في الزاويه البعيده، الفكره حلوه قدام في حضن الديفنس كده ومحدش بيوصله. محمد ناجي جده اكتر واحد وصل له الكره قدام ال 18، حلوه من دومينيك الفكره، انما في الملاعب بكلمات رقيقه الراجل قال لك ان هي ديت عاده الهلاليين دائما وابدا، يطلع من المرمى ويطلعها بالبوكس لقدام عبد الله السديري حارس مرمى نادي الهلال، انما تعلى الكوره، لسه الخطوره موجوده قدام ال 18. عماد متعب اللي ممكن يسجل في لقاء ودي يرجع، حلوه 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 فوقتنا دي، حلوه يا سليمان عبد الله. ادي التسديده الحلوه من احمد فتحي، انما برافو يا ولد، صعبه دي على حراس المرمى يا جماعه، حلوه حلوه. الراجل ده واقف في مكان مثالي تحت الثلاث خشبات، شكل كويس لما يلاقي جسمه مش معدول. تروح لدومينيك مفيش رايه ولا حاجه، دومينيك دي سيلفا خطيره، الشلهوب مش ممكن يا شلهوب. محمد ابو تريكه يمشيها على الارض يا ولد يا لعيب لاحمد صديق، شوف ابو تريكه والصديق من الجبهه الشمال يا ولد، عدى بشكل كويس قوي، ممكن يلعب العرضيه يحطها على الارض اللي جايه. ابو تريكه خطيره خطيره، هجمه هلاليه باقدام الاهلاويه على مرمى احمد عادل عبد، مش ممكن اللي فاتت دي، مش ممكن. ابو تريكه يعني